ومن التشابه كذلك بين التوراة والقرآن الكريم على سبيل المثال هذه الآية التي نحن بصددها في قول ربنا تبارك وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فدل على أن التوراة فيها حسن وفيها أحسن، ومثال هذا في القرآن الكريم كما هو في قول ربنا تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وكما جاءت البشارة لهؤلاء من المقربين: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والقول هنا هو القرآن الكريم، وهذا لمن جمعوا بين الفرائض والنوافل، بين الواجبات والمستحبات. وقيل نزلت في المقربين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين.